السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم فيديوهات جديده. معانا موتوسيكل ستيد بونبونيه، تعالوا نتفرج عليه. يلا معايا. الموتوسيكل ما شاء الله عليه، الموتوسيكل فابريكا في الكامل، بس في شويه دفوهات، البويه بتاعته جربانه شويه. فرق كاوتش 50%، موتور محلش، مغير كاتينا. الموتوسيكل موديل 91. والمفاجاه بتاعت الموتوسيكل ده بقى ان فيه رخصه 3 سنين ومن اول مالك، ما فيهوش اي توكيلات. والموتوسيكل بس عاوز فيه شويه كماليات خفيفه كده. لو ركب له جادون تعديل طبعا هيبقى الموتوسيكل اجمل من كده بكتير، عشان الجادون بتاعه الستوك بتاعه. وطبعا عاوز مرايتين. السعر بتاعه مقارب السعر الايام ديت، وسعره برده مش وحش. السعر بتاعه سعر موتوسيكل صيني والموتوسيكل بجاج. والموتوسيكلات اللي هي غاليه انك تركب موتوسيكل ياباني وبالسعر دوت. السعر بتاعه احنا صاحبه بيتكلم في 42 و45، بس هو ممكن يخلص ال 42 41. احنا وشطارتنا بقى مع الزبون ونشوف الدنيا فيها ايه. والسعر بتاعه دلوقتي الموتوسيكل الصيني وصل 35,000 جنيه، والموتوسيكل الهندي وصل 40,000. يعني ما تركب موتوسيكل ياباني بالحاله ديت. والكواليتي بتاعه كويس، البويه بتاعته ماشيه مش وحشه. فيها بس البويه بتاعته يعني فيها شويه خرابيش، بس بويه فابريكا والموتور فابريكا كله. مغير كاتينا بس. وعايز شويه لمسات بقى جميله كده، مقابض، وعاوز شويه حاجات كده خفيفه. بس سعره مع الايام اللي احنا فيها ديت الموتوسيكل مش وحش يعني. الموتوسيكلات الصيني طبعا بتغلى وكل حاجه بتغلى. واحنا بنحاول نجيب لكم احسن حاجه في الموتوسيكلات. يعني تبقى راكب موتوسيكل ياباني بسعر موتوسيكل صيني مش وحش. وما اشتركتش في القناه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، واستنونا في فيديوهات جديده، وكل يوم هنقدم لكم جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.